وصل صوتك. ان شاء الله هذه فتحة خير ان شاء الله باش يكون وجود الدكتور الهاشم الحامدي موجود في تونس ان شاء الله باش يقلب كل الموازين وباش يفوز ان شاء الله في الرئاسيه، لانه في الانتخابات الفارطه كما يعلم الجميع حصلنا على المرتبه الثانيه بعد حركه النهضه في الاصوات. لكن سمح لي سيد المره هذه ما تحصلتوش على عدد كبير. انا جيت المبررات وكانت الاسباب الفشل نتاعنا تقريب زالت بعوده الدكتور محمد الهاشم الحامدي اللي هو نعتبروها عدم عودته كانت من اكبر الاسباب في ان الناس ما يعطوناش اصواتهم. الشيء الثاني هو الغياب الاعلامي خاصه في فتره الحمله الانتخابيه، وهذه اثرت علينا برشا معناها بمنع القناه المستقله ومعناها وكذلك معناها القنوات التونسيه ما جابتوش في الحمله. سامحني سيد، كانت رسمي بالحزب ما بديتوش تنسقوا مع احزاب اخرى باش تحشدوا دعم نتاعها الدعم؟ لا ما بديناش، نحن معولين على الشعب التونسي، الشعب التونسي في حل من كل الاحزاب في الانتخابات الرئاسيه، نعرف الشيء هذا، والشعب ان شاء الله باش كيما صوت فوتيتين في الوحده هذه المره هذه زاد يصوت فوتيتين حتى يعدل الموازين ان شاء الله باش ما تمشيش الامور كلها في جانب واحد. لا ما اتصل بنا حتى حزب، بعض الاحزاب معناها خاصه اتصل بنا الاخ عماد الدايري في اطار العمليه اللي وقعت معناها بين الاخيان اللي يحبوا يعملوا رئيس توافقي. قلنا نحن مستعدين للتعاون، لكن في المرحله الثانيه لما في الدور الثاني توا كل حد لازم معناها يعرض روحه على الشعب. فرحان برشا بالعودة لتونس، ونشكر كل من جاء للاستقبال جاي بكلمة المحبة، ونحب نشارك مع التوانسة، مانيش أحسن منهم، واحد منهم، أريد أن أشعر بلذة أن أكون واحد منهم، أهل الذين حرمت منهم في 30 سنة. شكون مرشح أحد الأحزاب ولا كان تيار المحبة؟ ما زال بعد شوية نكلم. فما تحالفات